السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا بكم بحكاية جديدة من سلسلة هذه حكايتي. حكاية اليوم جد مؤثرة ومن بالك كلمة تقبلهاش من شدة المأساة تاعها. هذه الحكاية إن شاء الله تنال إعجابكم وتكملوا الفيديو للأخير وتعرفوا على الأحداث والتفاصيل تاع حكاية إيمان. اللي راهو جديد على القناة ما تنسوش تشتركوا بالقناة حتى توصلوا بالجديد من الفيديوهات وتخليوا جام وكومنتار مليح. ويلا نبداو القصة. في 1994 في قرية صغيرة من ولاية سكيدا كانت عائلة فيها 3 ذراري وطفلة. الطفلة اسمها إيمان، ذاك الوقت كانت بين 16 و 18 سنة. المهم حياة هذه العائلة كانت بسيطة ومتواضعة، رغم أنه كانت هذيك القرية محافظة والبنات ما يقراوش فيها، لكن إيمان لحسن حظها تحدت الواقع وقرات في هذيك الفترة بصيام بالرغم من الكلام اللي كان يتوجه لها ولعائلتها، لكن قرات. باباها كان راعي غنم، كان عنده دجاج ومزرعة صغيرة، وكانت والدة إيمان قايمة بهذيك المزرعة ويتعاونوا كامل على الشغل وكلش. المهم إيمان كانت عايشة حياة هادية بزاف بعيدها عن المشاكل، بالرغم من أنه أهل القرية دايما يهضروا عليهم، خاصة أنها قرية صغيرة والناس كامل يعرفوا بعضهم. والسبب هو أنه عم إيمان اللي اسمه كمال وخالها تاني كان مشتبه بيهم أنهم من الإرهاب، أهل القرية كانوا يشوفوهم عائلة مشبوهة ومنبوذة. وفي الحقيقة الأمر ما تقبلوش هذا الأمر، ومع الوقت عايشوا معاه وتأقلموا معاه لأنه ما عندهمش وين يروحوا، دي بلاصة يعرفوها وعاشوا فيها سنين. كانت إيمان في العطلة تروح لبيت خوالها، بيناتهم نص ساعة طريق. كانت تروح تعاون جداتها وجدها ومرت خالها اللي كانت بالحمل في هذاك الوقت. كانت تطيب لهم، تسيق لهم، تغسل، المهم تقوم بالشغل تاع الدرس وسوا وكما يلزم. وكان كلش ماشي طبيعي حتى واحد النهار من نهارات كانت تلاحظ إيمان أنه واحد يجي في عمر 30 دايما يجي لدار خوالها، وخاصة كي تكون هي يعيط لخالها ويقعد يحكي معاه. وخالها هذا مش اللي مشتبه فيه، هذا خالها الصغير، اللي مشتبه فيه هو خالها الكبير. إيمان جاها الفضول، حبت تعرف شكون هذا اللي راهو يجي ديما لهنا، رغم أنه يبان مستواه المادي باين لاباس به. مرة من المرات كانت قاعدة مع مرت خالها في حوش الدار، حتى سمعت الطبطيب في الباب. كي طلت من الطاقة لقيتو صاحب خالها، والمشكلة هنا منين طلت شافها هي تخبت عليه وراح تجري عند خالها، قلت له صاحبك فلان قدام الباب. راح خرج له خالها، بعد سمعت غير الطوموبيل تاع خالها مشات، لقيتهم هذاك الراجل وخالها راحوا. هي توسوست وجاها الفضول بحكم انها سمعت الهضرة في هذاك الوقت على الإرهاب، فجاها بزاف تاع تخمام وأفكار وراح بالها لبعيد، ما قدرتش تتحكم في روحها وفي فضولها. راحت إيمان تسقست مرت خالها اللي اسمها منال، قلت لها طاطا معليش نسقسيك، راهو قتلني الفضول وحبيت نعرف هذا السيد اللي راهو ديما يجي لخالي وش يكون، شكون هو؟ قلت لها إذا ما كنتش نتعدى في حدودي. قلت لها مرت خالها هذا ولد عمي، مهندس كبير وكان يعرف خالك من الصغر وهو اللي عرفنا على بعضنا. هنا يا إيمان بعد ما عرفت ارتاحت وفهمت بلي السيد راه لاباس به، خاطر مهندس مش راه تابع لهذوك الجماعات. بعد هاد الحكاية بسمانتين جاء بإيمان يعيط للزوجة تاعو، صار معاهم. بعد شوية إيمان جتها وقلت لها بنتي أرواحي نحكي لك، راه جا واحد السيد لبابك وقاصد الحلال وراهو يبان لاباس بيه وبخير ودراهمو طوموبيلاتو، الرزق تاعو، وراهو صاحب خالك وخالك شكرك ليه بزاف، وباباك ثاني عجبو بانو راه ناس ملاح. قلت لها وش رايك؟ إيمان هنايا ربطت الأحداث
الأحداث وعرفت واللي حكات لها عليه مرت خالها. إيمان هنايا ما كانتش باغية تتزوج لأنها صغيرة، وثاني حاجة عندها قرايتها حابة تقرا. أمها بعد ما شافت بنتها راهي شغل متوترة ومتردة وقاعدة تخمم حستها راح ترفض. قلت لها ديراك باباك راهو فصاي أعطاك المال السيد، ونهار الفلاني راح تديرو يجيب دارهم وديرو رؤية شرعية، وهذاك الوقت انت تقرري إذا تقبلي ولا ترفضي. قالت إيمان بعد ما عطى باباك المال للراجل أنا خلاص نشوفه ويشوفني وندير أي سبة ونرفض. جا وقت الشوفة ووجدوا رواحهم، وأم إيمان كانت متحمسة بزاف. المهم جا هذاك الوقت كانوا وحدهم في الشبرة إيمان وهذا السيد اللي جاي يخطبها. مهبطة راسها بدا يهضر معاها، قال لها أنا يسموني الكريم وعندي 32 عام ونخدم في شركة الفلانية، وراكي عجبتيني ما شاء الله عليك، بنت فاميلة وخالك صاحبي شكرك ليا واني ناوي الحلال. وهضر معها بزاف هضره. إيمان كانت مهبطة راسها للأرض حاشمة بزاف، جاوباتو ومن بعد خزرت فيه وهي تتعلم. المهم هضروا مع بعضهم وفاتت هذيك الشوفة بيامات، وقعدت إيمان بينها وبين روحها تخمم وتخمم، طلع وتهبط وكنت عارفه، حتى حست روحها ارتاحت له وقبلت تدير يعني الخطوة الأولى وتقبل به. راحت خبرت عائلتها بقرارها وانها قبلت، وراحوا وصلوا الخبر هذاك لدار كريم. المهم حدوا موعد الخطوبة والعرس وفاتوا شهورا وعملوا العرس بعد فترة قصيرة. المهم إيمان وكريم تزوجوا وراحوا لدارهم وسط المدينة. كان عرس بسيط ومتواضع، لكن إيمان فرحت بزاف. الحياة الزوجية لإيمان كانت هادية وكانوا متفاهمين وفرحانين ببعضهم في هذيك الأيام الأولى، بالرغم أنه الزواج هذا بطلها من قرايتها، لكن مادام أنه كريم حبها ما كانش يبخل عليها بحتى حاجة، وزيد على هذا يشيلها كتوبة تقراهم، يعني كان حابها تعمر وقتها وما تحسش روحها أنها حبست على التعليم وحبست على القراية. بعد ما فاتوا 5 شهور قررت إيمان وكريم إنها تروح لدارهم تزور العائلة تاعها بعد ما يعني توحشتهم. المهم حكموا الطريق شوية الظهر، وصلوا لواحد المنطقة خالية، لقيوا مجموعة من الدرك الوطني دايرين باراج. توترت إيمان وقالت لزوجها يعني هادو موالفين يعني يوقفوا هنايا. بقات حايرة وخايفة وبان عليها التوتر. قالها لا بصح راه باراج عادي، يعني ما تخافيش، يحتاجوا شوي وراقي تاع طوموبيل ويروحوا، هذا ما كان. المهم لحقوهم حبسوهم وهضروا معاهم. قالوا هذاك الدركي قال للكريم شكون انت وشكون اللي معاك؟ قالوا انا مهندس في الدولة وهذه الزوجة تاعي، عندنا 5 شهور الزواج وراح نديها لبيت باباها في الدشرة الفلانية. قالوا الدركي بواحد النبرة مالا قلتي لي مهندس عند الدولة؟ هنايا وفي هذه اللحظة بالذات إيمان وكريم حسوا بحاجة غريبة، يعني حسوا حاجة ما هيش نورمال. هذاك الدركي قال لكريم جيب الوثائق تاع الطوموبيل وهبط من هنا وتبعني. إيمان خافت ياسر وتوترت. قال لها كريم قبل ما يهبط ما تخافيش دوك نروح ونجي. هبط كريم وقعدت إيمان تتبع فيه بعينيها. المهم كريم يتبع في هذاك الدركي حتى وصلوا لمجموعة الدرك الأخرين، حتى تفاجأ ضرب واحد بالكلاش بالقوة اللي فين عند راسه، طاح كريم مصروع. وإيمان كانت تشوف في هذاك المشهد جاتها صدمة كبيرة، بقات غير تعيط وتبكي مش مصدقة وش شافت. هبطت من الطوموبيل تجري رايحة ليه باش تشوف الحالة، يعني تصدمت. وجوها 2 رجال اللي لابسين او خلينا نقولوا اللي متمكرين بلباس الدرك الوطني، حكموها كتفوها، و2 الاخرين راحوا لكريم قعدوه على ركايبه وبدون رحمة ولا شفقة
ذبحوه قدام عينيها وهي تتفرج، وما هي قادرة دير والو، وكانت حاسة بلي هذا الشي منام ولا كابوس بشع وذوك تفطن منه. يعني ما هيش مصدقة كامل وش راح يصرى في هذيك اللحظة. راجلها تذبح قدامها، والشي هذا كامل اللي صرا في ظرف تاع 10 دقايق. وانا بشوية شوية استوعبت إيمان بلي هادو مش تركيين، هادو راهم جماعة إرهابية متنكرين. وقتها إيمان انهارت وبقات غير تعيط، وراجلها غارق في دمه مقابلها حتى تسرعت. كي فاقت من الغيبوبة لقات روحها راكدة في بلاصة كي الغار، وفي الغالب تكون الكازما تاع هادو الجماعات. كي تفكرت واش صرا ملي خرجت من دارها حتى واش صرا لراجلها، بدات تبكي وتعيط بالصوت اللي فيها. حتى فجأة وقفت عند راسها واحد المرأة جاية سمرة وعندها بنية جسدية ضخمة، وهزة في يدها سبتة خشينة، وبدات تضرب في إيمان، تضرب فيها وتسب فيها وتقول لها راكي حاسبة روحك في دار باباك وقيلة. قلت لها نزيد نسمع صوتك نذبحك كيما ذبحنا راجلك هذاك الخاين. هنا إيمان خافت وسكتت، والدموع غير يسيلوا من عينيها. يعني رغم الألم اللي كانت فيه والحالة اللي كانت فيها، وزاد قلت لها من اليوم راح تسكني هنايا وتخدمي وتطيبي للأمير حتى يزوجوك بواحد. هنا سكتت إيمان وعرفت عفسة إنه البكا والتخمام ما عنده حتى فايدة هنايا، والذكاء هو اللي راح يسلكها. قلت لها إيمان حاضر، وذيك المرة قلت لها نوضي دركا نعتلك وين تبداي تخدمي. حتى دخلتها الكازما واحدة أخرى، وكان ديك الكازما شغل خادمينها كي الكوزينة. قلت لها المرة هنا راح تعاونيني وتخدمي وبلاصتك هنا، وما تخمميش خلاه تهربي، محال تقدري، وكش ما درتي راح يصرالك كيما صرا لراجلك. بدات إيمان تستكشف المكان شوية شوية، وبعد يومين تعرفت باللي راهم في جبل، وبدت تأقلم مع الوضع ومع هذيك البلاصة، باللي هذه ولات دارها وهي رهينة عند هذه الجماعات، ولازم بالسيف تطيحهم وتخضع لهم. وإيمان كانت تتعامل ديك المرأة بالملاحة باه تربح ثقتها، وكما كان الحال نجحت إيمان في خطتها، ولات يعني وثقت فيها المرأة، ولات تخلي إيمان طيب في الكوزينة وحدها. وهذيك المرأة يعني كانت عندها مهمة أخرى، هي إنها تروح متنكرة مع هذوك الجماعات وتذبح وتقوم بهذيك الوحشية كيفهم. المهم عرفت إيمان باللي ذيك الكازما ما فيهاش الحراس بزاف، فيها غير ذوك الزوز اللي عند المدخل، والآخرين كانوا بعد شوية. هي خمت في شحال من مرة في الهروب، بصح جاها صعيب شوية، وحبت تتخلص من ذيك المرأة اللي طل عليها مرة على مرة، وكانت ديما تخمم في خطة. حتى واحد النهار سمعت بيهم جابوا رهينات بزاف، صدموا عليهم في عرس وقتلوا الرجال كامل وجابوا هذوك النساء من العرس. من ذوك النساء داروا فوضى كبيرة، وتقول إيمان إنه أنا ثم ما حوستش نفهم ولا نتدخل. المهم حبوا يزوجوهم كامل بالأمير، هذيك المرأة السمراء. في هذاك الوقت يعني في هذيك الفوضى اللي داروها الرهينات، راحت ديركت الكوزينة عند إيمان وقلت لها يا الخدامة إيمان عندك دقيقة دوك تخرجي منه. خرجت إيمان وبقت عند المدخل هذاك تاع الكازما وتتجسس، حبت تعرف وش كاين، رغم الحراس كانوا عند المدخل بصح ما تولهولهاش لأنه دايرين فيها ثقة ويشوفوها وحدة منهم. المهم بقات إيمان تتجسس لأنه شكت في المرأة، ما هيش موالفة تخرجها بهذاك الأسلوب وبهذيك الطريقة، حتى تشوف بالعقل حتى شافتها جبدت كاشيات من الشكارة ومن حفرة. المهم خبيتهم في بلاصة
هضرات تاع مرت خالها كيما قلت لها الجماعات هادو راهم يتعاطوا كاشيات تخليهم ينساو ويرتاحوا ويعطوهم ثاني للرهائن باه يخضعوا لهم ويديروا فيهم مش حابين. هنا إيمان فهمت وجات في راسها خطة جهنمية، يعني مالغري داك الوقت الدواء ماهوش معروف كيما دركا، ما على بالهمش واش يديروا الفول تاعو. المهم إيمان جاتها فكرة في راسها أن لو تعمل كميات كبيرة من هاد الكاشيات في ماكلة تاع المرأة والحراس والجماعات كامل راح تكون عندها فرصة باش تهرب من هاد البلاصة. وقالت إيمان هذا هو الحل اللي راح يخليني نتخلص منهم. وكانت هذه أول مرحلة من الخطة تاعها، إنها توصل لهدوك الحبوب يعني هدوك الكاشيات وين مخبيين حتى تسرق كمية معتبرة وتروح للمرأة اللي كانت معاها. المهم راحت إيمان للمرأة اللي كانت معاها واقترحت عليها انها تعمل لهم شربات. قلت لها ندير لكم شربات عالميه متاكده ونوعدك راح تشكريني عليها والجماعات يشكروني عليها، وهذه علمتها لي ماما والشربات تاعي هايله. بالرغم من ايمان ما كانتش متاكده من الدواء كيفاه يخدم، يعني المفعول تاعو واش يدير بالضبط، يعني كانت راهي في محاولة تاع تخاطر، يعني راح تجرب حاجة ما على بالهاش النتيجة تاعها وتشوف اللي راح يصرى. وقالت لي راح يصرى خليه يصرى. قالت لو كان يفيقوا لي مصيري راح يكون التعذيب مش القتل. ايوه بعد خافت قالت خليني هكاني مليحة، يعني مهم بقت متردة، مرة تبغي تصدم عليها ومرة تثقل روحها وتخاف من العواقب. بعد خمت مليح قالت خلي نجرب، خير ما نبقى عايشة مع هاد العديان تاع ربي وعبادو اللي في اي لحظة قادرين يدوروا عليا ويقتلوني عادي. كانت تقول حتى كي نفاقولي معليش نقتل روحي. المهم وخمت مدة 5 أيام وتفكرت هدرت المرأة اللي قلت لها دوك يزوجوك يقولك شكون، كاش واحد من هادوك الجماعات. قلت إيمان نرضى بالموت اللي يتزوجني ويستغلني وحش من دوك الوحوش. المهم فاتو دوك اليامات وقررت إيمان في تطبيق الخطة. عملت الشربات، لكن هنا الشربات ما حطتش فيها الدواء. ذوقت المرأة اللي معها هذيك السمرة الشريرة والحراس، وكان شغل كيما نقولوا طاعم فيهم في الاول، تسوق لهم في الشربات باش تعجبهم. عجبتهم هذيك الشربات بزاف شغل جامي ضاقوا ذيك البنه تاع الشربات، بقاو كامل يهضروا عليها ويقولوا عنا واحد البنت تعمل واحد الشربات بزاف مليحه وجامي صرات. كيما نقولوا في الاول كسبت الثقه تاعها. هذا جزء من الخطه تاع ايمان. المهم من بعد راحت للمرحله تاع خطة، وهي انها استغلت الوقت للمرأة هذيك السمرة ما كانتش ثم، وراح تحوس على البلاصة تاع هذوك الكاشيات حتى لقيتهم مخبيين في واحد الشكارة تاع قمح. فرحت إيمان بزاف وحست روحها باللي راح تربح حريتها عن قريب. خبت كمية في بلاصة غير هي تعرفها وراحت كملت الشغل تاعها وكملت الطياب. وجاو الخدامين داو عشاهم، وجات ذيك المرأة للكوزينة وبدات إيمان شغل حابة ديرها كي صاحبتها، تتقرب منها تحكي معها شوية مهم باش تكسب ثقتها. قلت لها إيمان يا خالتي فلانة. قلت لها مانيش خالتك. قلت لها إيمان ما تتقلقيش، راني حابة نكون منكم ومن الجماعة تاعكم، وش رايكم ولا وش رايك الليلة في عوض نطيب لكم لاتاي للسهرة نطيب لكم شربات اللي عملتها لكم داك النهار، علمتها لي يما العزيزة، نعملها وزيد عنا كميات كبيرة من القارص اللي راح يعني يخسر ثرات، وش رايك نديرو؟ قلت لها المرأة خلاص ديري، بصح اذا ما عجبتش الجماعه راح نكبها لك فوق راسك.
قلت لها لا ما تخميش، راح تجي كي تاع المرة اللي فاتت وخير على ضمانتي. ويرقدوا هانيين. هنا إيمان فرحت بزاف وحست باللي ربي راهم موفقها في خطتها وراهم سهل لها باش تخرج من هذا الجحيم. بدات إيمان توجد في الشربات وحطت تعني 4 بايط تاع كاشيات في الشربات. كي بردت والحق الوقت خلت ليها وللمرأة وخرجت الباقي للجماعات برا، وبقات من بعيد تراقب فيهم وتستنى فيهم يشربوا. من بعد بقات تستنى في هذيك المرة الشريرة تشرب وشربت، وحتى إيمان شربت بصح كاسها ما كاش فيه الكاشي. وفي أقل من 10 دقايق طاحت ديك المرة مصروعة بالرغم أنه ما تركضش في ذاك الوقت. خرجت إيمان من الكازما وهز السنيوات تاع الشربات في يدها وخرجت بشوية وقعدت تقول الشربات اللي حب يزيد. وواحد ما رجع لها حتى واحد، لأنه موالفين كي تخرج من الكازما يقولوا لها ادخلي. هنا هي تأكدت بلي راهم كامل مصروعين. بدات تقرب شوية حتى لقيت إرهابي واحد ما يبان عليه لا راقد لا مصروع، حطت ديك السنيوة بشوية بلا حس وبدات تشوف كشما واحد راه جاي، ما لقات حتى واحد. هنايا إيمان دعت ربي يوفقها ويسهل لها ربي في طريقها. من بعد رجعت جابت قرعة دعمة ومعاها شوية تمر، يعني كانت موجدتهم باش تقوت بيهم روحها في الطريق. وحكمت الطريق وراحت لذيك الغابة تجري وخايفة يعني لكش ما يخرج لها كش واحد ويتيري عليها. كانت ميتة بالخوف. جرت إيمان مسافة طويلة بزاف حتى لقيت غابة أخرى، زاد مشات. بعد ساعة تعبت وحست روحها مهلوكة وحست بالجوع، وكانت ظلمة وزيد هي كانت صغيرة تاع 18 سنة هكاك. كانت هاربة وخايفة حتى يعني شغل لقيت شجرة هكا تخبت تحتها، شبت ذاك التمر والماء قوتت روحها. لكن هنا زادت خافت أكثر وزادت تخللها توسويس، لأنه هي تعرف ولا بالها بلي الإرهاب وقتهم في الليل يخرجوا بزاف، وعلى بالها بلي مفعول الدواء ما يطولش 2 ساعة ويروح. قلت درك راهم سور يحوسوا عليا ومقلبين الدنيا عليا وكون يحكموني يعرفوا وش يديروا فيا. المهم قررت ترقد وتكمل طريقها غدوة الصباح باه يلقوها الناس اللي يكونوا فايتين في الطريق. المهم في الصباح كملت إيمان طريقها حتى خرجت على الطريق، يعني يفوتوا عليها لي طوموبيل الكاميوات. قعدت تحت شجرة استنت هكاك 45 دقيقة حتى فات عليها واحد الكاميو رافد القرد ويسوق فيه راجل يجي عمره في 50. هنا يا إيمان راح تجري بالقوة اللي فيها باش تحبسه. هنا السيد حبس لها، والصراحة هذا السيد قال حسبها جنية ولا يتخايل كشما حاجة هكا خرجت له في الطريق، يعني موشي مستوعب، يعني راه غير كيما طلع النهار. حتى نطقت إيمان وهي تبكي قلت له ربي يحفظك يا عمي، سلكني من هذا الجحيم اللي راني فيه. أنا يا خطفوني الإرهاب وهربت لهم وكون يشدوني يقتلوني ويذبحوني كيما ذبحوا راجلي، ربي يرحمه. قال لها الراجل أنا كون يشدوني أنا راهم يذبحوني أكثر منك، وأنا راو عندي ولادي صغار يستناو فيا. حتى هو خاف بزاف. قلت له إيمان معليش يا عمي ديرني بنتك ووصلني يعني للبلاصة اللي تقدر عليها واللي تحب عليها، ونعطيك عندي خاتم وسلسلة تاع ذهب والله نعطيهم لك. خمم السيد مع راسو وخضعته إيمان مسكينة وبنت له طفلة صغيرة. هي قال لها نركبك بصح مش قدامي، لازم نركبك مع القرد في وسطه واحد ما يشوفك. قلت له معليش. المهم
كما كان الحال ركبها، هبط الراجل ودار لها بلاصة في هذاك القرط وهو خايف، خلى لها بلاصة اللي تتنفس منها. هنايا إيمان حست روحها يعني شبه حرة، يعني شغل الخطة تاعها راهي بدات تنجح شوية مالغري يعني راهي مسوسة بزاف. مشاو هكاك حوالي ساعة ونص، حبس الراجل عند واحد البومبا تاع ليسونس، قالها هبطي يا بنتي هنا وين نقدر نعاونك، وقالها ادخلي لداخل القهوة عند مول القهوة، ولا كش ما تلقاي ناس تما يعاونوك، وديري واش حبيتي، روحي للدرك وشوفي واش بغيتي. المهم كما كان الحال راحت إيمان للقهوة وما لقيتها فارغة، ما لقيت حتى حد من غير مول القهوة. راحت حكت له حكايتها، ويعني من ذبحوا راجلها للخطة تاعها اللي طبقتها، وقرر يعاونها وقال لها درك شوية تفوت حافلة منا وركبي فيها وانا نخلص لك كلش، وكي تلحقي ثم سقسي حتى توصلي للدرك، وانا درك نروح نجيب لك حاجة تلبسيها وتنحي حوايجك هذو مقطعين. راح جاب لها حجاب وخمار وقالها كولي واش بغيتي، وزاد عطاها دراهم وركبها بيدو في الكار، وفرحت بزاف إيمان وشكراته، وراحت كملت طريقها حتى لحقت للدرك الوطني، وحكت لهم كل شيء، يعني كيفاه من قتلوا الزوج تاعها وخطفوها مدة شهرين هكاك، وخطتها الاحترافية اللي نجحت بها، لكن طلبت من الدرك انه يعني ما يبينوش الهوية تاعها، خاطر ولا الهوية تاع العائلة تاعها، لانه دوك الجماعات قادرين ينتقموا منها وينتقموا من عائلتها اللي ما عندهم حتى ذنب. قلت لهم وطلبت منهم انه يمدوا لها اسم جديد، وما عطتهمش يعني الاسم العائلي تاعها، وفعلا داروا لها هوية جديدة وصنفوها ضمن ضحايا الإرهاب، وداوها المركز الرعاية والإيواء حتى تتجاوز ديك المرحلة الصعيبة، لأنه إيمان فاتت بمرحلة صعيبة بزاف وخرجت مضطربة نفسيا وما هيش طبيعية، يعني مصدومة، يعني حتى الهضرة ما عرفتش يعني حتى واش تهضر لهم التفاصيل، يعني كي داوها لذاك المركز بشوية بشوية يعني يدوا منها الهضرة حتى تعالجت المهم نواصلوا. وفعلا بعد ما فاتوا هذوك الشهور قدرت إيمان يعني ترجع للعائلة تاعها، وكانوا مصدومين كي شافوها حية، يعني رجعت لهم بهوية جديدة، وبعد ما تعالجت من الصدمات اللي عاشتها، لأنها خرجت مش مصدقة واش صرالها كامل. وهذه هي حكاية إيمان، وهكا نكونوا وصلنا لنهاية هذه الحكاية. وفي الأخير بعد كل حكاية من هذا النوع نقولوا الحمد لله، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي رانا فيها. ومدامكم وصلتوا للفيديو للأخير إن شاء الله تكون عجبتكم الحكاية وتكون يعني نالت إعجابكم، واللي حابين حكايات كيما هكا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة خلوا لي تعليقاتكم واش راكم حابين، ولا اللي عندهم حكايات يخلوا لي في التعليقات باش يتواصلوا معايا. ما تنسوش تشتركوا في القناة إذا كنتوا جدد عليها وتخليوا جام، ومرحبا بكم في قناتي. مع السلامة.